طيار ياباني معدي على متن طائرته الاف 16 فجأة سمع صوت الإنذار بينطلق من داخل مقصورة الطائرة، وبمجرد نظرة سريعة على اللي بيحصل على الكمبيوتر أمامه قلبه انقبض. من بعيد ظهرت أمامه مقاتلة صينية من نوع G-15 تقترب عليه ومستهدفة النظام الخاص برادار التحكم بإطلاق النار، وذا اللي خلي الإنذار يضرب عنده في مقصورة الطائرة. وعشان تبقى فاهم، فالإنذار ذا مش مجرد لعبة عيال ولا تحذير بسيط، فهذا الإنذار غالبا بيكون آخر خطوة قبل ما يضغط الطيار على الزناد ويضرب الصاروخ، وتبدأ معركة قوية ما في أحد يقدر يتنبأ بنهايتها. لو أنت مش عارف، هذه الحادثة هي بالفعل كانت في 9 ديسمبر، يعني قبل يومين أو 3 أيام تقريبا. كانوا على خطوة واحدة بس من الاشتباك ومعركة قوية، وهذه الحادثة لو كانت حصلت أو أي أحد من الطرفين تعدى الحاجز، كانت ممكن أن تكون شرارة لحرب عالمية تغير شكل شرق آسيا كلها.